طعامهم يميزهم. يعد الطعام شيئا جوهريا بالعالم في الماضي والحاضر، كما يعد تناوله شيئا أساسيا للجميع، لأنه يحافظ على بقائنا أحياء ويمنحنا المتعة في الوقت نفسه، فلا حياة بدونه. على صعيد آخر، ليس الطعام مصدرا للصحة والطاقة فقط، لكنه يعكس أيضا عادات الشعوب وثقافاتها على مر العصور، فهو مرتبط بالمناسبات السعيدة كالأفراح والحفلات والأعياد. فإذا أردنا أن نحتفل يحدث بحدث ما، فإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن: ماذا سنقدم على المائدة؟ تختلف ثقافة الطعام من بلد إلى بلد، بل من محافظة لأخرى في البلد نفسه، فتجد أن لكل محافظة ما يميزها من أنواع الأطعمة المختلفة. فمثلا تشتهر محافظة الإسكندرية ومحافظات القناة بالأكلات البحرية، دائما بالأكلات البحرية مثل أنواع السمك المختلفة والجمبري وأم الخلول. فلا تجد زائرا لهذه المحافظات إلا ويريد أن يتناول أكبر قدر من هذه الأسماك التي لا تتوفر فوائدها في أسماك الأنهار. تجد مثلا محافظة البحر الأحمر وبالأخص في منطقة حلايب وشلاتين تشتهر بالسلات التي تتكون من لحم الضأن والماعز، وتطهى بوضعها على أحجار البازلت وسط الأخشاب والأعشاب المشتعلة، وتقلب لمدة محددة، ويضاف إليها البهارات المختلفة. وتجد أمام معظم المنازل موقدا لإعداد السلات، وهي تطهى قبيل المغرب. كما تشتهر سيناء بأنها أرض الزيتون، لذا تجد أن زيت الزيتون يدخل في معظم أنواع الأطعمة لديهم، وتجد بعضهم يحرصون على شراء الزيتون. وكذلك تشتهر مطروح بالمفروكة، وهي مكونة من لحم الضأن والأرز. وإذا ذكر صعيد مصر يتبادر إلى عقلك دائما الكشك والفايش. إما الفايش فيشتهر به معظم محافظات الصعيد، خاصة بالتزامن مع قدوم عيد الفطر، إلا أن قنا تتصدر المحافظات في خبيزة، لأنها دون غيرها من المحافظات تقدمه باللون الأصفر. كما تشتهر أيضا بأقماع السكر الجلاب، وهي أحد أنواع الحلوى التي لا تعرفه أي محافظة أخرى سوى محافظة قنا. حين تتحدث عن الأطعمة التي تميز بها أصحابها، فلا يمكن أن تنسى الفطير المشلتت وحواوشي العزيزية، وما أشهر الأكلات موجودة بمحافظة الشرقية. ورغم أن الفطير المشلتت تعد كثيرا من محافظات مصر، فإن محافظة الشرقية ظل يميزها عن غيرها من المحافظات. الجدير بالذكر أن لكل محافظة طعام يميزها، وبعد ذلك من ثقافاتها، ويعد ذلك من ثقافاتها لأن الطعام يعكس ثقافات الشعوب وعاداتها، وكذلك هو مصدر للبهجة والمتعة، لكنه يقتضي منا الاعتدال وتجنب الإفراط. تعد المفروكة من أشهر أطعمة محافظة مطروح. تلقب محافظة الأقصر بأرض الزيتون. من الأطعمة التي تشتهر بها محافظة الصعيد الفايش والكشك. للطعام فوائد أخرى غير أنه مصدر للطاقة اذكرها. ما الأطعمة التي تميز الإسكندرية ومدن قناة؟ ضع عنوانا آخر للنص. ضع مكان ما تحته خط اسم إشارة مناسب. التلاميذ مجدون في دراسة الكتابان مفيدان للقارئ. النساء أمهات مربيات. الآثار تماثيل قديمة. التلميذات مجتهدات في دراستهن. الثمار أزهار الأشجار. جوهريا، أساسيا، ضروريا، يمنح، يعطي ويهب، يعكس، المراد، يعبر عن، قدر، كمية، تتوافر، توجد، فوائد، منافع، موقد، موضع إشعال النار، إعداد، تجهيز وتحضير، يتبادر، يتسارع، تشتهر، تعرف، قبيل المغرب، قبله بزمن قليل، تتصدر، تتقدم، بهجة، فرح وسرور، يقتضي، يستلزم، الاعتدال، التوسط، تجنب، ابتعاد، الإفراط، الإسراف. كلمة مضادة: جوهريا، عرضيا، ثانويا، أحياء، أموات، يمنح، يمنع، الصحة، المرض، مرتبط، منفصل، يتبادر، يتباطأ، تختلف، تتفق، فوائد، أضرار، يحرصون، يهملون، تتصدر، تتأخر، البهجة، الحزن، الإفراط، الاعتدال. المفرد وجمعه: الطعام، الأطعمة، العالم، العوالم، الوقت، الأوقات، مصدر، مصادر. حدث، أحداث. المائدة، الموائد، محافظة، محافظات، القناة، القنوات، زائر، زوار، مدة، مدد، موقد، مواقد، أخرى، أخر.
لماذا يعد تناول الطعام شيئا أساسيا لنا؟ لأنه يحافظ على بقائنا أحياء ويمنحنا المتعة في الوقت نفسه، فلا حياة بدونه. ماذا يعكس اختلاف الطعام بين الشعوب؟ يعكس عادات الشعوب وثقافتها، ومرتبط بالمناسبة السعيدة كالأفراح والحفلات والأعياد. ما الأطعمة التي تشتهر بها محافظة الإسكندرية ومحافظات قنا؟ تشتهر بالأكلات البحرية من أنواع الأسماك المختلفة والجمبري وأم الخلول. بما يهتم الزائر بمحافظة الإسكندرية ومحافظات القناة؟ يهتم بتناول أكبر قدر من الأسماك المختلفة التي تتوفر فوائدها في أسماك الأنهار. ما الطعام الذي تشتهر به منطقة حلايب وشلاتين ومما يتكون؟ طعام السلات، ويتكون من لحم الضأن والماعز. كيف يطهى طعام السلات؟ عن طريق وضعه على أحجار البزل وسط الأخشاب والأعشاب المشتعلة، ويقلب لمدة محدودة ويضاف إليه البهارات المختلفة. بما تشتهر محافظة سيناء؟ تشتهر بأنها أرض الزيتون. ما الطعام الأشهر في محافظة قنا؟ الفايش، ويقدم باللون الأصفر. اذكر نوع من الحلوى تشتهر به قناة محافظة قنا مع السكر الجلاب. ما الأطعمة التي تشتهر بها محافظة الشرقية؟ الفطير المشلتت والحواوشي. ماذا يجب علينا مع أنواع الطعام المختلفة؟ الاعتدال وتجنب الإفراط. ما النتائج المترتبة على إفراط الإنسان في تناول الطعام؟ زيادة الوزن، قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وارتفاع مستوى الدهون، بطء الحركة والتعب الشديد بعد بذل الجهد، صعوبة الهضم والاضطراب في النوم. ده علامة صح أو خطأ. يمنحنا الطعام الصحة والمتعة في الوقت نفسه. نعم. يعكس الطعام عادات الشعوب وثقافتها. صح. تشتهر محافظة اسكندرية بالأكلات البحرية. صح. يتكون طعام السلات من لحم الدجاج. خطأ. يعد التعليم شيئا جوهريا في المجتمعات المتحضرة. طبعا جوهريا يعني أساسيا. يمنح المعلم متفوقين الجوائز. يمنح يعني يعطي. يقتضي النجاح الاجتهاد في المذاكرة. يتطلب. الإفراط في تناول الطعام يسبب الآلام. الإفراط يعني الإسراف. عند قدوم العيد نشعر بالبهجة بالفرحة. تشتهر محافظة سيناء بأنها أرض الزيتون.